لما إبليس جاي يوسوس لسيدنا آدم عليه السلام وزوجه علشان ياكلوا من الشجرة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن الأكل منها، إيه الحيلة أو الخدعة اللي هو مارسها عليهم؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا آدم عليه السلام بأن هو يسكن هو وزوجه الجنة، وأمرهم كمان أن هم ما ياكلوش من الشجرة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا ترى الوسوسة دي تمت على مرحلة واحدة ولا تمت على أكثر من مرحلة؟ وهو ده المثير للانتباه. فأزلهما الشيطان عنها ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وعمل إيه تاني؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. إبليس عمل حاجة في منتهى الخبث. أول حاجة قال لهم إيه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الحاجة الحقيقة اللي هو قالها لهم إن هما ما يكونوش ملكين، يعني أنتوا ما تاكلوش من الشجرة دي ليه؟ يعني مش هتاكلوا منها مثلا لو أنتوا ملايكة، لأن هو عارف كويس جدا إن الملايكة ما بتاكلش. فأقنعهم بالحتة دي، قال لهم حاجة حقيقة. الكذبة بقى اللي قالها لهم إيه؟ أو تكون من الخالدين. هل في حد خالد؟ أو هل في حد ليه صفة الخلود؟ القرآن الكريم ما بيقولش كده خالص. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فإذا مفيش حد مخلد. هو دخل عليهم بالحتة دي وقال لهم الكذبة دي بمعنى أصح، يعني انتوا مش هتاكلوا من الشجرة دي يا اما علشان هتكونوا ملكين عشان الملائكة ما بتاكلش، او هتكونوا من المخلدين. هل في اصلا حد مخلد؟ هو ده بقى اللي ما كانش في علم سيدنا آدم عليه السلام وزوجه وقتها. وهو ده بالظبط شغل بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالشغل ده هم وارثينه من إبليس. فالخلود بيكون في الآخرة سواء في الجنة أو في النار. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وبالنسبة للذين كفروا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هي دي أول كذبة كذبها عليهم أو أول خدعة عليهم، إن هو قال لهم حاجة حقيقة مع حاجة باطلة. أي حاجة بقى علشان يمارس أو يحبك كذبته إن هو أقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا لطيب فطرة سيدنا آدم عليه السلام وزوجه ما صدقوش أبدا إن حد هيقسم كذبا بالله سبحانه وتعالى. ما يعرفوش إن الفاجر يقدر يحلف أو يقسم كذبا بالله سبحانه وتعالى. فدي أول ملاحظة. تاني ملاحظة بقى واللي مثيرة فعلا للانتباه، إن لو تتبعنا كده آيات سيدنا آدم عليه السلام وزوجه أو آيات سيدنا آدم عليه السلام في الجنة وإغواء إبليس وسوسته ليه هو وزوجه أو هو لوحده، نلاحظ إن الآيات دي واردة مرة بإن هو بيوسوس ليهم هما الاتنين، أو إنه بيوسوس لسيدنا آدم عليه السلام لوحده. وده فيه إشارة مهمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فربنا سبحانه وتعالى كان محذر سيدنا آدم عليه السلام في البداية هو يحذر من إبليس. الفكرة بقى أو اللعبة الخبيثة اللي بيمارسها إبليس من أول خلق سيدنا آدم عليه السلام لحد دلوقتي، إن هو خافي نفسه تماما عن الصورة، إن هو مش ظاهر في صورة العدو المبين لينا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى محذرنا منه بطريقة مباشرة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هو ده اللي كان بيمارسه مع سيدنا آدم عليه السلام في البداية. الآيات اللي أنا قلتها من شوية دي كان الشيطان أو كان إبليس بيوسوس فيها ليهم هما الاثنين لآدم وزوجه. يجي نلاقي في موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى بيقول فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الآيات دي فيها معاني في منتهى الأهمية. لو نلاحظ كده أولا إن الوسوسة هنا كانت لسيدنا آدم عليه السلام، وإن إبليس أغواه بالكذبة اللي أنا قلتها لكم في الآية السابقة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هنا بقى إبليس أغوى سيدنا آدم عليه السلام لوحده بإيه؟
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهنا أغواب الخلود اللي هو أصلا كذبة، لأن مفيش حد مخلد ومفيش حاجة اسمها شجرة خلد ومفيش حاجة اسمها ملك لا يبلى. طب ده دلالته ايه؟ هل معنى كده ان هو في الاول حاول معاهم هما الاتنين وكان في تأثير من حواء او زوج سيدنا ادم عليه السلام، كان في تأثير منها على رفض اغواء ابليس، ان هي كانت واقفة حائط صد ما بين ان هو يغوي سيدنا ادم عليه السلام مثلا؟ لان سياق الايات بعد كده يا ربنا سبحانه وتعالى بيحمل المسؤولية لادم عليه السلام، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. علشان اللي بيدعوا ان سبب خروج سيدنا ادم عليه السلام من الجنة يقولوا ان هي حواء او زوجه، كلام كذب، كلام اسرائيليات، كلام ابليس. ليه؟ لان الواضح من الايات ان سيدنا ادم عليه السلام هو اللي كان ليه التاثر الاكبر بابليس، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالواضح ان زوج ادم او سيده حواء ما نسيتش العهد ده في الاول وكانت ثابته عليه، وان هي كانت واقفه حائط صد. فعشان كده ابليس جال سيدنا ادم لوحده وحاول ان هو يغويه، وساعتها حصل التاثير بيه او حصل ان هم صدقوه. بس ده بعد فشل المحاوله الاولى اللي كانت فيها السيده حواء او زوج ادم عليه السلام. وده يفسر لنا كره ابليس للمراه، كره ابليس للانثى، ومحاوله تشويهها على مدار التاريخ كله، ومحاوله زرع تحقير الانثى وعدم احترامها والتحقير من فكرها وعقلها في الموروث الاسلامي للاسف عندنا، او في المجتمع الذكوري بشكل عام. كل ده جاي من ابليس من البدايه خالص، لان حواء هي كانت حائط الصد ما بينه وبين تحقيق المخطط بتاعه، لانه عارف كويس جدا المرأة لما بتكون مؤمنة وصالحة قوتها في التأثير بتكون عاملة ازاي. ومن ساعتها ابليس اللعين بيكونه بيكره جنس ادم عليه السلام وكره البني ادم بشكل عام، لكن هو بيكن كره خاص للمرأة، بيحاول تصويرها او تجسيدها في الوعي الجمعي للشعوب كلها على مدار التاريخ كله على اساس انها غريزة او شهوة او يقلل من شأنها، او ان هي مثار للفتن بمعنى اصح، عشان كرهه ليها وعلشان خوفه منها بمعنى اصح. علشان كده لو تلاحظوا في الاسرائيليات هتلاقوا ان معظم قصص الاسرائيليات قائمة على مكائد من النساء، كيد نساء، غيرة من النساء، قتل ذكور لإناث على النساء، هتلاقوا فيها النساء داخلة بشكل مشوه. الشغل ده جاي لنا من الإسرائيليات. لكن لو جينا للقرآن الكريم هنلاقي القرآن الكريم مكرم المرأة ومكرم الأنثى بشكل عام بطريقة يعني ظاهرة وواضحة تمام الوضوح، في حين للأسف مجتمعنا الإسلامي اللي المفروض ان هو مجتمع بيتبع القرآن الكريم مغروس فيه فكر مغلوط للأسف عن الأنثى، أو تقليل أو تحقير من شكل الأنثى، اللي هو للأسف برضو الفكر الوارد من الإسرائيليات. لو نتتبع حتى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملته للأنثى واحترامه ليها وتقديره ليها والمشاعرها، يعني السنة النبوية مليئة بالأحاديث ومليئة بالمواقف اللي ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته اللي فيها بدل الاحترام والتقدير. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رفقا بالقوارير. في خطبة الوداع يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصص يعني جزء كبير جدا منها للمرأة، استوصوا بالنساء خيرا، واحاديث كثيرة جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحث على احترام المرأة والرفق بيها. القرآن الكريم ذكر النساء الصالحات اللي ليهم فضل واللي هم مكرمين. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ملكة سبأ نفسها ربنا سبحانه وتعالى مدح عقلها ورجاحة عقلها، وان هي كانت بتنأى بقومها عن الهلاك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. يعني الملأ بتوعها قالوا لها ايه؟ قالوا نحن أولو قوة أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا ترجعين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. واحدة راجحة عقل، واحدة عندها عقل وعندها حكمة وكانت بتحكم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهي في عز الجبروت بتاع فرعون وفي عز الطغيان بتاعه كانت مؤمنة، في حين ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن فرعون وقومه ايه؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ربنا سبحانه وتعالى لم يفرق أبدا ما بين الذكر والأنثى في الثواب والعقاب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حتى الآية الكريمة اللي هم برضو للأسف فاهمينها ومفسرينها غلط وبيستندوا فيها على أن النساء أقل من الذكور أو إن هم يتحكموا في النساء، أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال، وربنا سبحانه وتعالى بيقول الرجال وليس الذكور.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فربنا سبحانه وتعالى إن الرجال قائمين على خدمة النساء، قوامون على النساء يعني هم قائمين على خدمتهن، ان هم تحت رعايتهم وان هم مطالبين بالانفاق عليهم. مش المعنى اللي بيصدر للاسف على بعض ألسنة رجال الدين القوامة او اساءة فهم معنى القوامة في المجتمع. فالقوامة تقتضي الحفاظ والحماية لمن انت مسؤول عنه وقائم عليه بالفعل، وليس التحكم والسيطرة وإساءة الأخلاق والاعتداء على المرأة بمعنى أصح. كل المغزى من اللي أنا عايزة أقوله إن كره إبليس للأنثى هو كره خاص جدا، وكره مبني على حقد ومبني على خوف في نفس الوقت، ولأن هو خايف من وعي المرأة. لأن المرأة لما بتكون واعية وبتكون على صلة وثيقة بربنا سبحانه وتعالى وتكون عارفة أخلاقياتها ودينها كويس، تقدر انها تنشئ اجيال، وتقدر انها في حد ذاتها تقدر تكون حائط صد ضد هذا المخطط من ابليس اللعين. وهي دي اكتر حاجة تخوف ابليس.